بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. يسعدني أن أقوم بكلمة بخصوص وزارة السياحة والآثار المصرية. في 25 عاما مضت عملت فيها، ولكنني لي انطباعات خاصة ومفيدة للسياحة المصرية ولدعم السياحة في مصر. نجد أن قيادتي في وزارة السياحة والآثار كمدير إدارة على الدرجة الأولى أخصائي نظم معلومات مجموعة ألف، أتكلم بتواضع وسماحة للدخل القومي المصري ولقيادة عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد، وهذا رجل يحتذى به من الناحية العقلية والتخطيطية والمخابراتية والعسكرية، والاقتصادية لا بأس به، قادم على مراحل. إذن المسألة تتلخص في الآتي: الوضع الحالي الذي وصلت إليه وزارة السياحة والآثار باندماجية بعد تولي خالد العناني من قرابة 8 سنوات، ثم استمرار أحمد عيسى الفاضل التجاري الذي كان مديرا للCIB. الوضع الحالي في وزارة السياحة والآثار وصل إلى مرحلة لا بأس بها، ولكنه ينحدر اقتصاديا مستقبليا نظرا لعدم وجود رؤى معينة تطويرية والاختصاص بالناحية الأثرية السياحية الغير متجددة والجوفاء، والتي لا تمت للواقع بواقعية سوف تؤدي إلى الاستمرارية للآثار المصرية أو السياحة المعاصرة التكنولوجية القادمة في ظل وقت تستلزم الأمر التجديد والتغيير، وهذا الأمر لابد منه إزاء المتغيرات الدولية والمتغيرات التكنولوجية والعالمية والتكتيكية والاستراتيجية لكل الدول في العالم. هذه الكلمات نعيها جيدا ونعي كيف نتعامل معها في ظل وضع متغير اقتصادي عالمي اندماجي شديد المراصي. إن الفكر الأثري والسياحي أصابه العض وينحدر انحدارا كبيرا لعدم وجود رؤى متجددة مستقبلية. نعم، هذا واقع على أرض الواقع، ليس بالاجتماعات أو الاشتراكات مع الدول العربية أو أي شيء في هذا المنوال سوف نصل إلى تقدمات بدون فكر تكنولوجي وميديا متقدمة، ولا نعيب في الاجتماعات التي يقوم بها سيد الوزير أو القيادات الأثرية أو السياحية. فإني أتابع على صفحة وزارة السياحة والآثار وأجد أنها عبارة عن لقاءات وعبارة عن احتفاليات يشوبها نوع من التقدم والتجديد والرؤى المتجددة. ليس معنى أننا نتكلم أننا نهاجم، فليعلموا ماذا الذي يتكلم، لماذا. مسألة ليست انفعال، ولكن لابد من تطور فكري وثقافي تكنولوجي وميديا متقدمة تحيي من الآثار بالهوية المصرية التي لم يعلمونها ولا يريدون أن يعلمونها. وليست المسألة مسألة شخصية، ولا مسألة وطنية ودخل قومي يستساغ به لمصر في ظل وضع اقتصادي جديد متقدم ربما ينخفض ويعلى إزاء الوضع القاسي في منطقة الشرق الأوسط وحرب غزة التي سوف تستمر 3 سنوات أو ربما 5، أو ربما لا يعلم انهيار إسرائيل أو قيام فلسطين، ولكن التجددية والتعاملاتية ضرورية. قد يتطلب المرء إدراك الأمر أو غير إدراكه، وهذا صعب المنال، فكل يعيش على هواه. ولكن إذا هذه التصريحات من عادل مظلوم أخصائي نظم معلومات الدرجة الأولى مدير إدارة مجموعة ألف نظم معلومات قسم الإحصاء والرياضيات، دي أبعاد إعلامية واقتصادية واستراتيجية وفنية وإبداعية وروائية. إنني إذا ذهبت في أي دولة عربية سيرحب بي، أو دولة أوروبية أو الأمريكتين، أعلم ذلك وأنني قادر على ذلك بعون الله تعالى. ولكن هل سيظل الوضع في
تسيد هيئة تنشيط السياحة والآثار بعد توليها القيادة الفعلية والضغط على الأثريين والقضاء على الأثريين ووضعهم خداما للسياحة فعليا من الناحية التفعيلية والتشغيلية، وعدم الاكتراث بهم إلا من النواحي البعثات العلمية التي كان يرأسها الدكتور زاهي حواس، وأعلمه شخصيا ويعلمني شخصيا وأفخر به، وكذلك الأثريين الدكاترة المحترمين كالدكتور محمد إسماعيل أمين عام مجلس على الآثار الآن، وأستاذ أحمد عبيد، وأستاذ دكتور هشام الليثي، والأستاذ دكتور حسين عبد البصير، وكثيرين من الأثريين. لابد من تجديد رؤى جديدة، وليس مسألة بس اختصاصات وتواجد في الأماكن لاكتساب المال ولهم ما يشاءون وليكتسبوا، ولكن أن يمنعوا أفكارا قمت بها ورؤى من منذ 12 سنة في 2011 حتى 2022، وعندهم في مكتب الأمين العام كل هذه المشاريع المؤرشفة والمحفوظة من أيام الدكتور محمد إبراهيم تباعا للدكتور محمد ممدوح الضماطي، تباعا بالدكتور خالد العناني، تباعا للدكتور أحمد عيسى الحالي. هذا إجحاف وسقوط في وزارة السياحة والآثار. إنني لا أهاجم السياحة والآثار، ولكنها وجهة نظر يستمع إليها ويفهموها. أفادوا، استفادوا، نستفيد جميعا للوطن. أما لم يحدث ذلك فيبقى الوضع ما هو عليه، ولكن سيكون انحدارا وانهيارا لتسلط الأثريين من الرؤى الأكاديمية والعرض القديم وعدم وجود ميديا. لابد أن يكون هناك ميديا وهوية مصرية للعرض ذلك، وإن لم يتم ذلك ستهبط السياحة في ظل حرب مستمرة وعدم استقرار، والسياحة تستلزم الاستقرار والثبات لدخول رأس المال والاستثمارات. الناس نتكلم من أجل مصر ومن أجل عبد الفتاح السيسي رئيس دولة مصر الذي يكون له كل احترام وتقدير. ربما نتفق، ربما نختلف، ولكن تظل مصر باقية، تظل مصر للمصريين. إن لم يتحقق ذلك سيتحقق في الدول العربية بمشروع نحو الهوية المصرية والاستغلال السياحي، وستقوم الدول العربية باستغلال هذا الأمر وستهبط السياحة المصرية، ولكل طموحه ورؤاه، وليس هذا هجوما على السياحة المصرية كما سيتصورون. فمن يحاول أن يفرض كلامه علي سوف أواجهه بكل منطقية وقانونية وهدوء، ولن يستطيع أحد إذلالي أو قهري إلا بالعقل، فالعقل هو أساس الحياة. أشكركم على هذا الحديث في نادي التوفيق للتنس الذي أشرف بعضويته، وأتمنى أن أكون رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة، لأنهم ناس محترمون عباسيين. وتكون هذا النادي منذ عام 1886 أحد أشهر قلاع الأندية في مصر، وكذلك نادي الجزيرة ونادي سموحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادل مظلوم، وزارة السياحة والآثار، أخصائي نظم معلومات على الدرجة الأولى، مدير إدارة مكتب أمين عام مثبتا ومنتدبا بمركز معلومات تسجيل آثار، مركز معلومات ومنتدبا في قطاع الآثار المصرية تحت قيادة الدكتور أيمن العشماوي. وإن شاء الله الفترة القادمة سيتم الذهاب إلى مكان آخر، وأتمنى التوفيق. وأنني إذ كنت اعتذرت عن العاصمة الإدارية في الاتصال السياسي لأنني وجدت مضايقات في الاتصال السياسي، ويعلمون من هو قدر عادل مظلوم المتوسط المتواضع والبسيط، ولكن لا بد أن يكون لنا وجهة نظر ولسنا في معارك مع أحد. عادل مظلوم، بونجك ستيك العربي العالمي الإعلامي والمعلوماتي، يحييكم من نادي التوفيق للتنس في حديث مهم للسياحة المصرية والاقتصاد المصري. أشكركم وأتمنى للجميع التوفيق. عادل مظلوم، وزارة السياحة والآثار المصرية، أخصائي نظم معلومات الدرجة الأولى، مدير إدارة. عملت مكتب الأمين عام منذ 25 عاما، وما زلت على علاقات قوية بجميع المسؤولين في وزارة السياحة والآثار. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السبت 11/5/2024 الساعة 3 ظهرا. متعكم الله بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.